شفت المدرسه دي بتعلم الطالبات ايه؟ شوف كده. بصوا يا حلوين معايا، في حاجه مهمه جدا عاوزين نتكلم عنها. لفه الطرحه وانا جايه المدرسه، نجيب بنت نجرب عليها. تعالي يا حنين، تعالي يا حنين، تعالي يا حنين. بص حنين كده انا بصيت عليها، عيله قمر اهي واموره ولفه طرحتها ومية مية، صح؟ هي كده احترمت المدرسه، صح ولا غلط؟ صح. طب في بنات بقى بتنزل من البيت هي بس بتعمل كده، حاطه الطرحه كده، صح؟ وطول ما هي قاعده بقى بالذات حصه مسرح تبقى بقى بتظبط. بتظبطي ليه يا قلبي؟ يعني انت بتظبطي ليه؟ في حضرتك ميس واقفه او راجل واقف، مش المستر ده راجل، يبقى احط حدود بيني وبين المستر، صح؟ فانا بقى افضل شيء لا اما اعمل الطرحه كده لا اما اعملها كده. دي كده في الشارع مؤدبه ولا مش مؤدبه؟ رايحه المدرسه مكان العلم، انا رايحه اتعلم، انا مش رايحه اتعرف على بوي ولا اعمل علاقات. انا جايه هنا عشان هي سنه ثالثه اتعلم بس. تمام كده؟ طيب الناس بقى اللي بتحط الطرحه كده، في حد نفس الطرحه اسمها كده؟ مش حاجه اسمها كده خالص خالص. حط الطرحه كده وانزل، ايه ده؟ في حلاوه رايح مدبوس، او نلف الطرحه كده زي حنين القمر، او نعمل كده عسل اهي. في حاجه كده صعبه عشان الناس دول كده بيبقوا داخلين خناقه، يعني انا حاطه الطرحه كده ونازله، لا يا بقى الخناقه اهي، هنهيص دلوقتي هنتخانق. لا ما تعجبنيش بقى الجمهور يشوف كده ومش هتعجبك. حاضر، بصوا حنين قالت حاضر، يبقى حنين ايه؟ متربيه. اتفضلي يا حنين بنص. شفت كميه هجوم على المدرسه واللي بيطالب بمحاكمتها، وحاجه في منتهى الاستغراب. اللي انا شايفه ان ده وضع طبيعي، هي شغاله في مدرسه تابعه لوزاره التربيه قبل التعليم. وزاره التربيه والتعليم فده طبيعي، وهي بتعلم الطلبه يبقى فيه توجيه تربوي موجود جوه الحصه. ده شيء طبيعي جدا للي عندهم عقل بس. ابعتها لهم.